الله جل جلاله هو الذي يطعمك، الله جل جلاله هو الذي يرزقك، الله جل جلاله هو الذي ينصرك، الله جل جلاله هو الذي يحميك، وهو الذي خلقك، فلما تمد عينيك بعيد عنه؟ انظر إلى الله سبحانه وتعالى في ملكوته، انظر إلى الله سبحانه وتعالى في رحمته، انظر إليه في قوته وبطشه وجبروته، فالله سبحانه وتعالى قوي قادر قاهر، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا أذنبت فالله سبحانه وتعالى هو الطبيب، وهو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذا بعدت عن الله فالله سبحانه وتعالى بابه مفتوح، إذا رجعت إليه قبلك وغفر لك وبدل سيئاتك حسنات. فالله الله في الرجوع إلى الله، فالله الله في الاستقامة، فالله الله أن تكون ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم، ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله حق عبادته وقدر الله حق قدره. فسبحان ربي سبحانه لا إله إلا هو إنا كنا من الظالمين، فلا نستغنى عنه طرفة عين، لا نستغنى عن ربنا جل وعلا طرفة عين، فهو المالك وهو القاهر وهو القوي وهو الجبار، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فالله الله في العبادة، والله الله في الصلاة، الله الله في القرآن، الله الله في الذكر. فهذه دعوة أن نرجع جميعا إلى الله ونؤوب إلى الله ونتوب إلى الله، وأن نحسن علاقتنا مرة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، وأن نري الله في أنفسنا خيرا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة منا، فإنه سبحانه وتعالى قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يتقبل منا توبتنا وحوبتنا وأوبتنا.